اشتهرت بدور جميلة واليمامة، وغابت عن الشاشة لسنوات. ناعمة الملامح خفيفة الظل، تاج حيدر، فنانة سورية شابة، ولدت في مدينة دمشق عام 1988 لعائلة فنية عريقة، فوالدها الفنان ماهر حيدر، ووالدتها الفنانة نهاد الشيخة التي شاركت في فرقة التلفزيون إلى جانب دريد لحام. تدرجت في مدارس دمشق حتى نالت الشهادة الثانوية، وبعدها درست في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، ودرست أيضا في معهد الباليه. بدأت مسيرتها الفنية وهي في 8 من عمرها، وحينها شاركت في مسلسل الأطفال مفتاح الحكاية عام 1996، وشاركت بعدها في مسلسل الطير رفقة الفنان الراحل عبد الرحمن آل رشي. بينما كانت انطلاقتها الحقيقية عام 2000 عندما شاركت في مسلسل الزير سالم، وجسدت دور اليمامة ابنة كليب، وكانت حينها بعمر 12، وأدت دورها بامتياز، وحققت نجاحاً باهراً حتى أصبحت تتوالى عليها الأعمال. ومنذ ذلك الحين نالت إعجاب الجمهور. تنوعت أعمالها الفنية ما بين كوميديا وتراجيديا، فشاركت عام 2000 في مسلسل الأطفال كان يا مكان، وبعدها ظهرت بدور لينا في مسلسل أبناء القهر، وفي عام 2004 ظهرت في مسلسل على المكشوف. وفي ذات العام شاركت في العديد من الأعمال، أبرزها الغدر، خلف القضبان. وفي عام 2006 شاركت مشاركة مميزة في مسلسل الانتظار. وفي ذات العام شاركت في مسلسل باب الحارة الذي جسدت فيه دور جميلة، وكان العمل الأنجح في مسيرتها الفنية. ونالت بعدها دورا مميزا في الجزء الأول من مسلسل أهل الراية الذي جسدت فيه دور قطر الندى، كان ذلك عام 2008. أبدعت بدور عواطف في مسلسل أبو جانتي عام 2010، وقدمت في عام 2011 عدة أعمال مميزة، منها مسلسل الغفران، الزعيم. وفي عام 2014 شاركت في مسلسل طوق البنات إلى جانب كل من الفنانتين روعة السعدي وهيام العشلي. تزوجت تاج حيدر عام 2015 من رجل أعمال لبناني لم تعلن عن هويته، وفي عام 2019 رزقت منه بطفلة اسمتها آيلا. وبهذه المناسبة أقامت حفلاً أحياه المطرب حازم الشريف بحضور عدد من الفنانات، منهم شكران مرتجى وصفاء سلطان. ما هو رأيكم بالفنانة السورية تاج حيدر؟ وما هو دورها المفضل لكم؟ شاركونا بالتعليقات.